السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة عالم تصليح الساعات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يتقبله مننا ومنكم، وربنا يجعل كل الناس سعداء إن شاء الله ويبارك فيكم ويحفظكم. النهارده هتكلم يا جماعة عن مسطرة مهمة جدا. المسطرة دي قديمة جدا، طبعا من الحاجات الأثرية، بس عايزين نوريكم قد إيه كانوا زمان بيهتموا بالتصليح الساعات وبالمكن اللي بيصلح الساعات وبالادوات اللي بيصلح الساعات يستخدمها. حاجه بسيطه جدا. يعني انت دلوقتي عشان تيجي تقيس المين سبرينج ده ليك حاجات مهمه جدا تقيسها فيه. اولا لازم تقيس الطول بتاعه، وده ممكن يتقاس بمسطره عاديه خالص. نقيس الارتفاع بتاعه اللي هو دوت اللي احنا بنشاور عليه ده، وبنقيس السمك بتاعه اللي هو الثيكنس اللي هو ده. الحاجات دي يا جماعة مهمة جدا في أي نوع من أنواع المين سبرينج اللي هو الزمبرك الرئيسي اللي في الساعة. وطبعا لازم نعرف الاند بتاعته، هل هي زي ما انت شايف كده منتهية بالطريقة ديت، ولا أو ولا منتهية بالطريقة اللي انت شايفها ديت، ولا منتهية بالفتحة اللي موجودة دي. طبعا كل حاجة بتختلف عن التانية، كل حاجة بتختلف عن التانية، ودي أنواع، لكن ده في الآخر. والحاجة الأخيرة اللي لازم نعرفها الديامتر. لازم نبقى عارفين الديامتر بتاع اللي هو القطر بتاع الميني سبرينج عشان نقدر نجيب ميني سبرينج تاني نفس الحاجة. طيب، كان صعب جدا نفضل نقيس بقى. يعني طبعا ممكن نجيب مسطرة ونفضل نقيس بيها، أو زي ما انت شايف كده مسطرة وهنيجي نقيس بيها السمك وكده، حاجة صعبة جدا. وممكن نجيب طبعا الحاجات المنتشرة دلوقتي والموجودة بسهولة اللي هي الميكروميتر الديجيتال دوت، ونقيسه كده اهو. شوف، 2 اتنين واحد من عشرة زي ما انت شايف، والسكنس بتاعه اهو 0.14، والطول بتاعه بنقول من ايه المسطرة. لكن المسطرة دي يا جماعة اتعملت لتسهيل الناس، يعني حاجة عشان طب انت قست دوت، طب عايز عندك 100 واحد تاني 100 ميني سبرينج، عايز تاخد منهم الميني سبرينج الأساسي اللي هو تستخدمه عشان تحطه. عملوا المساطر دي يا جماعة رائعة. المساطر دي قديمة من 1910 1920، حاجة جميلة جدا. المساطر دي يا جماعة تصميم رائع، وحاجة يعني بصراحة تفكير ذكي جدا، وتفكير يعني يسهل كل حاجة. لأن أنت بتاخد بالك، أنت بتتكلم مش في ساعة، بتتكلم في ساعات. هتقول ما أنا هقيس كده، طيب قيسنا ده، طيب اما نيجي نقيس بقى اللي احنا هنقيسه تاني، نفضل نقيس كل واحد ونقيس السمك بتاعه ونقيس ال الهيت بتاعه والارتفاع بتاعه ونقيس الطول بتاعه. لا، احنا هنا بقى المسطرة دي سهلت كل حاجة. عشان تعرفوا كانوا زمان بيهتموا قد ايه ان هما بيصلحوا الساعات، ازاي بيهتموا بيهم، يعني حاجة بتبقى اهتمام شديد جدا يعني. اخترعوا المسطرة دي زي ما انت شايفها، سهلة وفكرتها بسيطة، ناس بتفكر بس اهي. زي ما انت شايف هتلاقي كل حاجة السمك موجودة. هتلاقي هنا ده 4 ملي و1 من 10 زي ما انت اهو حواليكم، ده 4 و2 من 10، ده 4 و3 من 10، ده هنا زي ما انت شايف اهو 1 و9 من 10 ملي، وهنا 2 ملي، وهنا 2 و1 من 10. زي ما انت شايف كده بتجيب الميني سبرينج تقوم حاطه. بص، احنا قسناه لانه 1 9 من 10 بالميكرومتر. بص هنا اسهل بقى ازاي. بص تعدي هنا ما تعديش، هتيجي تعدي هنا هتلاقيه عدى زي ما انت شايف. يعني ده كام بقى؟ بصوا معايا، 1 و9 من 10، نفس المقاس اللي احنا قسناه بالميكرومتر اهو. زي ما انت شايف، يعني بالظبط بالملي. دي اسهل لك في ايه؟ في ان انت لما عندك 100 واحد عايز تقيسه وتشوفه، مش هتفضل تجيب المسطره وتقيس وتقوم لا وترميه، لا انت هتقعد تك 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 هتقوم حاطه على طول. نفس الحاجه في المسطره دي، يعني تفكير بسيط جدا. طيب والسمك بتاعه نعمل ايه فيه؟ اهو مسطره سحريه فعلا. هنقوم شايف هنا عاملين ايه؟ كل دي فراغات، حاجه فراغه. بص زي مسطره فراغه، تقوم مدخله من هنا كده زي ما انت شايف اهو، دخله من هنا كده وتمشيه. لما هيقف عليه خلاص هتعرف ان هو
16% من الملي اهو، 16% من الملي، و18% من الملي. يعني استاذ في ثواني، في ثواني يعني 0.18 اللي احنا قسناها برضو بالميكروميتر. فكرة بسيطة جدا 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 بتورينا قد ايه بتوفر وقت للي بيشتغل في الساعات. يا جماعة البساطة دي على فكرة نادرة جدا وقليلة جدا، وفعلا استخدامها كتير جدا، لكن حاجة يعني أنا حبيت أوريها لكم لأنها حاجة جميلة جدا جدا جدا. زي ما شفتوا يا جماعة حاجة بسيطة جدا، يعني اختراع ذكي جدا، واختراع يعني مش هقول اختراع، بس هي فكرة رائعة توفر وقت كتير. لأنك فعلا لما يبقى عندك أهو 4 5 6 7 بتوع عايز تقسم، تقدر تمسك واحد واحد وتقعد لا ده مش هو، لا ده مش هو، لا، وتقدر بقى تفتح وتقفل. لا شوف هنا بقى على طول حطيته أهو، هتشوف هنا أهو واحد تاني أهو تخين أهو، مثلا ده زي ما انتوا شايفينه تخين مثلا، هنقيس هنا أهو. بص معايا أهو، هتبقى سهلة جدا، هندخله أهو من الأول هنا مش راضية تدخل أهو، هنا مش راضية تدخل، هنا اهي دخلت اهي زي ما انت شايف كويس. يبقى ده كام اهو؟ 2.6 مللي اهو، اهو 2.6، وهنا 2.7 اهو، دخل مستريح. يعني هي بين 2.6 و 2.7. نقيسه كده مع بعض اهو، بص معايا 2.6 و9، يعني 2.69، 2.7 بين 2.6 و2.7، اتنين هيمشوا كويس. حاجة بسيطة جدا يا جماعة، حبيت اوريها لكم يعني جميلة جميلة جميلة. وبرضه نفس الحاجة نشوف السيكنس بتاعه اهو، دخلوا من هنا، يعني شوف عاملين كل حاجة، بس دخلوا 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 خلاص اهو. السيكنس بتاعه كام؟ 2/10 مللي اهو زي ما انت شايف، 2/10، كاتبين 2 يبقى 2/10 مللي زي ما انت شايف. طبعا ده بوريكم بس حاجات، لان عشان تعرف صناعة الساعات وحاجات الساعات دي حاجة يعني فن كبير جدا وعلم كبير جدا، وكانوا مهتمين بيه جدا بره. بس دلوقتي طبعا الكمبيوترز وحاجات من دي اشتغلت شغل رهيب في تصنيع ادوات الساعات، وتصنيع الساعة نفسها، وتصنيع مكونات الساعة، يعني منتهى التقدم. لكن زمان كان حاجة برضو حرفة يدوية رائعة الروعة بصراحة. تسلم ايدين الناس اللي عملوا الساعات الزمان بتاعت زمان دي، الساعات القديمة الرائعة اللي هي اتعملوها دي. تحياتي لكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الحاجة ديت ومن ملاحظة المسطرة دي، لأن فعلا مسطرة نادرة جدا إنك تلاقيها، وأتمنى تكونوا استفدتوا بيها. ويا رب تستمتعوا بالفيديوهات بتاعته، ويا رب تشيروا الفيديوهات وتنشروها. كل سنة وانتم طيبين برمضان الكريم، وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموها قد ما تقدروا بنشر الفيديوهات واللايك. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. وما تنسوش تشتركوا في مجموعة عالم تصليح الساعات. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.